السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة ملعب الكورة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة تخص المنتخب اليمني للشباب. هكلمك بالتفاصيل عن آخر تطورات المعسكر الذي يوجد في الدوحة حاليا لمنتخب اليمن للشباب. مفاجأة كبيرة منتظرها كل جمهور اليمن، واكتر تعليقات كانت بتسالني عن هذه المفاجاه، وبصراحه ما كانش عندي اجابه صريحه جدا بسبب تكتم على هذا الموضوع. موضوع مهم جدا بالنسبه للجماهير اليمنيه بخصوص منتخب الشباب. هنتكلم في كل التفاصيل، ولكن قبل ما ابدا كلام معاك حابب انك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تحط لايك واكتب لنا في التعليقات اي حاجه حابب تسال عنها، واكتب لنا توقعاتك لمنتخب الشباب في بطوله كاس اسيا اللي هتكون في الصين يوم 12 بعد 10 ايام باذن الله تعالى من هذا الفيديو. حابب اذكر حضراتكم قبل ما نتكلم في الموضوع الاساسي لهذه الحلقه ولهذا الفيديو ان المنتخب الوطني للشباب او المنتخب اليمني للشباب في الاسبوع الرابع والاخير من معسكره التدريبي في قطر، حيث يواصل تحضيراته المكثفه على احد الملاعب الفرعيه بجامعه قطر استعدادا لخوض نهائيات كاس اسيا للشباب التي ستنطلق منافستها في الصين يوم 12 فبراير الجاري. وكان الجهاز الفني بقيادة محمد البعداني قد منح اللاعبين يوم الجمعة أجازة مفتوحة للراحة قبل أن يستأنف المنتخب تدريباته يوم السبت بالتدريبات البدنية المكثفة، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية. واختتمت الحصة التدريبية بإجراء تقسيمة على نصف الملعب شهدت حماسا كبيرا من اللاعبين. من المنتظر أن يعلن الجهاز الفني خلال اليومين المقبلين، يعني النهاردة أو بكرة بالكتير، هيعلن قائمة نهائية مكونة من 23 لاعب الذين سيعتمد عليهم المنتخب في نهاية البطولة القارية. يتطلع الفريق إلى الظهور بصورة مشرفة والمنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة. طبعا ده اخر خبر واخر تقرير عن المنتخب اليمني للشباب في قطر. اخر اسبوع هم فيه دلوقتي في قطر، وبعد كده هيتوجهوا باذن الله تعالى الى الصين عشان يقوموا باجراء التحضيرات الاخيره جدا قبل انطلاقه البطوله، يعني تقريبا قبل البطوله بخمس ايام هيكونوا باذن الله تعالى متواجدين في الصين. طيب، الخبر المهم النهارده اللي معانا في هذا الفيديو خبر بصراحه انا شخصيا سعيد جدا بيه وكنت منتظره. يعني كنت عارف وكنت احيانا بقول ان هو ان اللاعب ده اللي احنا هنتكلم عليه وهو اللاعب عبد العزيز مصنوم التحق رسميا لمعسكر الدوحه بقطر، واستقبله المدرب واللاعبين زملائه بشكل حافل جدا. فرحانين طبعا بنجم النجوم المتألق عبد العزيز مصنوم المتألق في الدوري السعودي مع فريقه السعودي. طبعا ده الخبر اللي الناس كلها مستنياه. عبد العزيز مصنوم كنت دايما بتسأل السؤال ده، هل هيكون موجود ولا لا؟ كنت بقول اكيد هيكون موجود، ولكن يا جماعه هو حاليا مرتبط بمباريات وبدوري روشن والكلام ده كله. قلنا الكلام ده، وفعلا ان سبب تاخير عبد العزيز مصنوم حتى الان بسبب انضمامه للمنتخب الشباب كان بسبب ارتباطاته مع فريقه السعودي. طبعا اي لاعب محترف يا جماعه طبيعي مش لازم يكون مع المنتخب في بدايه المعسكر بسبب ارتباطاته، وخاصه ان انت بتعمل معسكر في اجنده ليست دوليه. اجنده الشباب ليست دوليه بالنسبه للانديه، يعني الدوريات مش متوقفه، لا الدوريات بتتلعب والكؤوس والبطولات الاخرى للانديه بتتلعب عادي جدا. فبالتالي تاخره كان بسبب يعني انه كانوا بيعتمدوا عليه في نادي العروبه. طيب، حابين نتكلم فضفاضه كده سريعه معاكم عن مستوى منتخب الشباب وعن امكانياته وعن حظوظه وعن يعني توقعاتنا هيوصل لفين. انا متفائل جدا، زي ما كنا في التصفيات كان في ناس كتير جدا متشائمه ان المنتخب هيصعد او لا. انا كنت متفائل، واول المتفائلين واول الداعمين للمنتخب اليمني للشباب والناشئين في التصفيات اللي كانت بتتلعب من كام شهر. انا متفائل بشكل كبير جدا المنتخب اليمني يقدر عن مجموعته يصعد، وممكن مركز اول على فكره، مفيش اي مشكله. انت معاك منتخبات قويه، ولكن المنتخب اليمني قادر ان هو يصعد عن هذه المجموعه. وحابب اقول لك ان المنتخب اليمني
مش بس هيقدم اداء مشرف، حابب اقول لك ان المنتخب اليمني هيصعد من دور المجموعات ان شاء الله. المنتخب اليمني هتشوفه على الاقل في اول 4 فرق، وباذن الله تعالى يكون في كاس العالم. اكتب لي توقعاتك في التعليقات، واكتب لي رايك في التعليقات عن اداء المنتخب اليمني للشباب، وانتوا عندكم قناعه لحد فين. ومحدش يكتب لي في التعليقات كابتن محمد البعداني والجهاز الفني والكلام ده كله. مفيش وقت يا جماعه، او مش ده وقت ان احنا نتكلم عن المدرب باي شكل سلبي، او اي حد في المنظومه اللي بتدعم اللعيبه دي بشكل سلبي. ده لو انتوا بتحبوا المنتخب اليمني، لو انتوا عايزين المنتخب اليمني يوصل لابعد نقطه، لو عايزين تشوفوا منتخب مشرف لبلادكم، كل ما عليك كمشجع الان، كمشجع كوره، تبعد عن الامور الفنيه، تبعد عن الاحاديث الجانبيه عن المستويات، ولكن تتكلم عن الدعم المطلق لمنتخب بلادك. مفيش وقت، مش هتيجي دلوقتي تقول لي محمد البعداني فاشل ولازم يمشي، طب باقي على البطوله 10 ايام. كان الكلام ده يتقال بعد ما صعدت من التصفيات، ولكن من حق المدرب اللي خلاك تصعد من حقه يكمل. انا بتكلم فنيا. في تحفظات على مستوى الكابتن محمد البعداني، او مش مستواه هو شخصيا، هو طبعا يعني مش انا اللي هقيم مدرب كبير زي الكابتن محمد البعداني، ولكن انا بتكلم في الفنيات. في تحفظات فعلا منا ومن بعض الاعلاميين ومن بعض الرياضيين في اليمن ومن بعض الناس اللي بتتابع المنتخب اليمني، ان الكابتن محمد البعداني عنده قصور في بعض الحاجات، ومفيش حد في الدنيا كامل، كل الناس عندها قصور. ولكن دلوقتي مطلوب منك الدعم المطلق لمنتخب اليمن للشباب، وايضا منتخب اليمن للناشئين، بغض النظر زي ما قلت لك عن وجهتك انت، وجهه نظرك انت عن المدرب، او عن بعض اللاعبين، او عن اختيارات المدرب. كل ده يا جماعه فات اوانه، وفات اوانه بالكتير قوي كمان وبالجامد. احنا هننتظر القائمه اللي هيعلن عنها المدرب محمد البعداني، وهنتكلم عن كل لاعب، وهنحلل اداء كل لاعب حتى في المباريات الوديه، ولو كان فيهم حد موجود في التصفيات هنتكلم عنه. ولكن الخبر السعيد النهارده انضمام عبد العزيز مصنوم. الخبر السعيد النهارده ان انت هتلعب بعبد العزيز مصنوم، بعادل عباس، البرواني. في اكتر من لاعب ممكن يصنعوا معاك الفارق، وهم اللي احنا بنعول عليهم في المنتخب اليمني. كابتن عبد العزيز مصنوم لاعب انا بستمتع بلعبه. عادل عباس الله اكبر عليه، ربنا يحفظه ويحميه يا رب. وزي ما قلت لحضراتكم مطلوب مننا الدعم المطلق للمنتخب وللمدرب وللجهاز الفني، وحتى للاتحاد اليمني لحد ما البطوله تخلص على الاقل. وبعد كده ابدا حاسب، ابدا اتكلم لو في اي قصور، لو ما حققوش النتائج اللي انت كمشجع يمني تتمناها، لا، من حقك انك تتكلم، ومن حقك انك تقول رايك، ومن حقك انك تنتقد في الوقت ده. لكن حاليا دلوقتي نصيحتي ليكم مفيش انتقاد، مفيش انتقاد. مش بقول لك اخرس اسكت، لا، انا بقول لك دلوقتي مش وقته. ما تجيش وهو داخل على البطوله وتقطع فيه، لا، مش وقته والله. كل المطلوب دلوقتي يا جماعه الدعم، ثم الدعم، ثم الدعم. دعم مطلق، دعم مطلق لصالح المنتخب اليمني، لصالح الكره اليمنيه، لصالح انك تحقق اكبر استفاده من بطوله كاس اسيا. على الاقل مش هقول لك خد البطوله، ولكن على الاقل توصل لكاس العالم. تمام؟ شكرا لكم، منتظر ارائكم في التعليقات.